السلام عليكم أعزائي، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. اليوم نريد نسوي طرش الثوم. تدرون هسه موسم الثوم وعندنا ثوم هنا تازة. هسه نبدي بتحضير الطرشي. أول ما نبدي بالثوم، الثوم الأخضر أجيبه وأقص السيقان مالته وبعدين أنظفه من كل القشر، يبقى القشر الأخير عليهن. لاحظوا، وأغسله وأنشفه. بعدين هنا عندنا هم دبس خاشوقة كبيرة، وعندنا خال اللي يكفي الطرش يعني يغطيه، وعندنا ملح حسب الرغبة يعني تقدرون تقللون وتزودون به، وعندنا هنا دبس الرمان خاشوقة كبيرة. أول ما نبدي نخلي الثوم بالقدر أضيف الملح وأضيف الخال. طبعا الخال اللي أخليه بعد أريد أخلي عليه حتى يغطيه، وأضيف دبس التمر خاشوقة كبيرة، وعندي هنا دبس الرمان هم أضيفه عليه، أضيف الخال اللي يغطي الثوم، وبعدين أخليه على النار تقريبا ربع ساعة. شوية أخلط المكونات زين. هسه اخذ القدر واخليه على النار لمدة ربع ساعة يطبخ. اخليه اول على نار عالية، وبعدين اذا قام يفور انص عليه النار لمدة ربع ساعة. هنا عندنا ورا 5 دقايق فار عندنا الخال. هسه انصيه على نار كلش هادئة لمدة ربع ساعة واطفي عليه. اعزائي انا هسه ورا ربع ساعة شلته من النار. هسه اخليه يبرد وبعدين اعبيه بالشيش. بعد ما برد احضر الشيشة اللي اريد اعبي بيها واخليه. اخلي الثوم وبعدين اضيف عليه الخال واسده زين واخليه مدة اسبوع. بعد حاضر للاكل هذا. حبايبي اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك، واذا المشترك الجديد يضغط على الجرس، كل يوم تجيكم وصفة جديدة من وصفاتنا. اعزائي اخلي النايلون واغطيه زين واخليه بمكان في، واخليه تقريبا اسبوع، والثوم جاهز للاكل. اليوم نريد نسوي دولمة البصل او محشي البصل. المكونات اللي احتاجهن: كوب من التمن، خاشوقة كبيرة من الكشمش او الزبيب، خاشوقة كبيرة معجون طماطة، حمص مجروش نص كوب، وعندنا هنا البصل، طماطة متوسطة اثرمها ناعم، وبدال اللحم راح استخدم انا الفطر. هنا هم عندي 3 رؤوس فطر هم ثرمتهن ناعم، و3 حبات ثوم هم ثرمتهن ناعم. البهارات: سماق، بهارات مشكلة، بودرة الطماطة، هنا هم عندنا سماق، بابريكا، من كل شي خاشوقة شاي. وهنا عندي هم الفلفل الأسود والأحمر خاشوقة شاي، وعندنا هنا بودرة الليمون خاشوقة شاي، الملح حسب الرغبة. الخضرة هنا عندنا شبنت ومعدنوس ناشف. أول ما أبدي التمن أغسله وبعدين أطبخه وأحضره. عندنا هنا البصل أقشره وأقصه من طرف واحد بهالصورة، لاحظوا. وبعدين هذا البصل أخليه ويا 3 قلاصات ماي أسلقه.
البصل أخلي له ماي وأخلي له شوية ملح وأخليه على النار ينسلق حتى أقدر أفصل الأوراق مالته. هنا عندي التمن أضيف عليه باقي المكونات. قاشوقة كبيرة من الدهن أو الزيت. أبدأ أخلط المكونات حتى يتماسكن. التمن والحمص طبخته حتى لا ياخذ مني وقت بعد بالطبخ المحشي. البصل خليته 7 دقايق على النار سلقته. هسه أراويكم شلون نورقه. لاحظوا ساعة هسه يتورق. هنا أحضر القدر اللي أريد أستخدمه أحط بالمحشي. أخلي له شوية زيت أو دهن. وهنا أنا بعد انتم بالأسفل مالته بكيفكم تردون تحطون أوراق مال العنب أوراق خس أو أي شي لهانة أو تخلون هو البصل رأسا يعني تحشوه وتخلوه. طبعا أنا هنا أريد أخلي له طماطة. هسه أبدي أحشي البصل. أخلي هنا خاشوقة أو خاشوقتين متوسطات من الحشو وألفه بالشكل هذا وأخليه بالقدر. البصل حشيته كمل. هسه أبدي أحضر الصوص مالته. خاشوقة كبيرة من معجون الطماطة. خاشوقة ملح. خاشوقة شاي بهارات مشكلة. خاشوقة شاي من دبس الفلفل الأحمر البارد. خاشوقة كبيرة من دبس الرمان. خاشوقة متوسطة من عصير الليمون الأخضر. أضيفنهم عليهن كوب من الماي وأخلطهن زين وبعدين أضيفهن على المحشي. لأن هو قلت لكم التمن والحمص مطبوخ فما يريد له هواية لا ما يريد له هواية ولا طبخ. هسه هذا أخلي عليه فرد طبق صغير وقبقة وأخليه على النار لمدة نص ساعة. أخليه أول على نار عالية لما يقوم يغلي النار كلش أنا أصيها على نار كلش هادئة لازم النار مالته تصير لمدة نص ساعة. حبايبي طبقنا حاضر إن شاء الله تسووه يعجبكم وتاكلوه بصحة وهنا وعافية. لا تنسونا باللايك والاشتراك. شكرا. اليوم نريد نسوي أكلة بكبدة الدجاج. عندي هنا نص كيلو كبدة من الدجاج راس بصل حبتين من الثوم خاشوقتين كبار من عصير الليمون والبهارات. عندي كركم بهارات مشكلة بابريكا سماق طبعا من كل شي خاشوقة شاي وفلفل أسود والملح حسب الرغبة. أول ما نبدي نقطع الكبدة مال الدجاج. الكبدة أقطعها إلى قطع كبار حتى لا تنمرد بالطبخ. البصل هم شرحها إلى شرايح. البصل هم ثرمة. أنا أريد أثرمه شوية بهذا الشكل. عندنا حبات الثوم هم أبرشهن ناعم. بعد ما حضرت المكونات هسه أبدأ بالطبخ. أحبائي خليت أنا هنا خاشوقتين كبار زيت وخليت البصل. هسه أبدي أحمس بيه لما البصل يتغير لونه ويصير لونه ذهبي. بعدين أضيف عليه باقي المكونات. طبعا أخليه على نار هادئة حتى لا يحترق.
لأن أنا أريد لونه بس يصير ذهبي وشوية يذبل عند البصل. أحبائي خليت هنا 3 خواشيق زيت، وخليت البصل وأضيف عليه تقريبا نص كوب ماي، وأخليه على نار هادئة حتى ببخار الماي يستوي البصل ولونه يصير ذهبي، وبعدين أضيف عليه باقي المكونات. بعد 5 دقايق الماي يتبخر، هسه أظل أحمس بيه لما لونه يصير ذهبي. البصل بعد تقريبا 7 دقايق بدأ يتغير لونه، هسه أضيف عليه باقي المكونات. عندي هنا الكبدة والثوم أضيفها، وأضيف عليه البهارات، أبدي شوية أحرك بيهن، وبعدين أضيف عليه الليمون ونص كوب ماي. أغطيه وأخليه على نار هادئة يطبخ. أحبائي بعد 10 دقايق اللي طفيت عليه النار، والكبدة عندنا هنا حاضرة، سويت وياه تمن نشبين. إن شاء الله تعجبكم هاي الوصفة وتسووها وتاكلوها بصحة وهنا وعافية. لا تنسونا هم باللايك والاشتراك. شكرا لكم.